احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحه تملي كده يا رب. تعالى نتكلم في موضوعين. موضوع كده على السريع، خلينا نبدا بموضوع كابونجو كاسونجو، مهاجم نادي الزمالك اللي كان بأمانة ربنا كان مهاجم حلو وفي نفس الوقت كان. انا واحد من الناس بحبه، يعني انا بعشق كاسونجو. في اللي بيقول له هو كان ملوش تأثير في نادي الزمالك، لكن لا، جاب لنا هدف يعتبر كان هو مكسب الكاس اللي كان قصاد سموحة اللي جابه في آخر الدقايق. كاسونجو كان آخر فترة ليه كان مستواه نزل، لكن كاسونجو كشخصية، كاسونجو كمهاجم روعة في نادي الزمالك وله تاريخه يعني في نادي الزمالك. خلينا نتكلم عليه. صحينا الصبح عرفنا ان في قضية اترفعت من كاسونجو على نادي الزمالك، ونادي الزمالك مش عارف احتمال يقف في الكيد بسبب قضية كاسونجو. كلام كتير. انا بقى ما جبتش مصدر ولا جبت اي حاجه، لا انا جبت الكلام من على لسان كاسونجو. على لسان كاسونجو ذات نفسه. ممكن تقولوا انتوا كلكم عرفتوا يعني كاسونجو ذات نفسه طلع وانا في الكلام ده قال لك لا مفيش منه الكلام ده. انا ما قلتش الكلام ده، انا ما جبتوش، مش عارف انتوا جبتوه منين. انتوا جبتوه منين أنا ما اعرفش، بس انا ما عملتش بالكلام ده ولا رفعت قضيه. انا علاقتي بالنادي كويسه. انا هكون في النهائي، انا هكون في النهائي بشجع نادي الزمالك. فانا اللي احب اقوله بره الموضوع، هو اساس الموضوع، هو مش بره الموضوع، ده هو اساس الموضوع. الاعلام خف شويه عن نادي الزمالك. ليه عايز تصدر التوتر والحالات الصعبه لجماهير نادي الزمالك؟ ليه عايز الجماهير يسخن على الاداره؟ وبص اصل اللاعب ده رفع قضيه، اصل ليه؟ واللاعب ذات نفسه ما عملش حاجه، اللاعب قاعد في بيته. زي ما احنا صحينا سمعنا الخبر، هو صحي سمع الخبر، ايه ده؟ مين رفع؟ هو حد غيري لاعب في الزمالك اسمه كاسونجا بونجو ولا ايه؟ ايه الدنيا؟ ايه؟ انت ليه يا اعلام فاسد، اعلام فاسد، ليه بتعمل كده؟ مش فاهم. ايه مصلحة الاعلام ان هو يصدر اشاعات عن نادي الزمالك؟ مش فاهم خالص بأمانة ربنا، مش فاهم. تاني موضوع عايزين نتكلم فيه، نادي الزمالك وحاجات جدا ما شفناهاش من زمان. كنا بنشوفه مع مرتضى منصور بشكل ايه بقى؟ انا هتسحب من الدوري، انا مش عارف ايه، اصل هي ماشيه تيتو تيتو نيجو. كلام كتير كان مرتضى منصور بيقوله، فكان بيضيع لنا حقنا بيه. كان في ضايع حق نادي الزمالك بيه. لكن اول مره نشوف نادي الزمالك تقديم شكوى بشكل محترم، بشكل مؤدب، بشكل ما تعرف تجيب بيه حقك. نادي الزمالك قدم طلب رسمي من الاخر، من الاخر بيحذروا الاتحاد الكوره ولجنه الحكام بسبب اخطاء الحكام المتكرره. اخطاء الحكام قدام نادي الزمالك متكرره. احنا شفنا ماتش سموحه، بعد ما انا شفتها بشكل كويس، نادي الزمالك ليه ركله الجزاء بتاعت احمد حمدي ولكن لا تحتسب. وفي مش عارف في ماتش تانية كان في برضه اخطاء حكام بشكل واضح جدا، فكان بيتسبب في نادي الزمالك انه يتعادل يا اما يخسر، زي ماتش سموحه بتاع امبارح. فنادي الزمالك خسر بسبب خطأ حكام، خطأ تحكيمي. نادي إدارة نادي الزمالك طلبوا من اتحاد الكورة ولجنة الحكام إنهم يحذروا الحكام بتاعتهم من تقرير الأخطاء تاني، إلا نادي الزمالك هياخد خطوة احنا كلنا عارفينها، وشكوى في الفيفا ومش عارف ايه. فنادي الزمالك بيحذرهم من ان هو ياخد الخطوه دي، فطلب ان من الحكام، من لجنه الحكام واتحاد الكوره، ان هم يحذروا حكامهم من الاخطاء المتكرره قصاد نادي الزمالك. يعني كتير قوي ما شفناش الادب والاحترام في الطلب بالشكل ده. احنا كنا مرتضى منصور كان بينزل فيديو مدته 70 ساعة ولا كام ساعة، يقعد يشتم ويغلط وبص اصل ده منتقد الزمالك، اصل ده مش عارف ايه، وده ايه وده ايه. احنا كنا في حتة وهنا في حتة يا جدعان، احنا روعة، احنا ممتازين. اتمنى نادي الزمالك يستمر على هذا الوضع وان شاء الله خير. وتاني حاجة، عبد الواحد السيد سافر المغرب لتجهيز حاجات نادي الزمالك وكل حاجة، ونادي الزمالك خلاص مسافر المغرب وان شاء الله خير. نقدر نرجع من هناك اقل حاجة بالتعادل يا اما بالمكسب، وان شاء الله ما نرجعش بالخسارة. ليها فيديو ان شاء الله نتكلم فيه عن موضوع المغرب دوت وماتش النهائي. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. ومتنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.